حزن كبير من الجماهير العربية بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ليضيع حلم التتويج بكأس العالم. وبالرغم من الهزيمة إلا أن المنتخب المغربي استطاع تحقيق إنجاز تاريخي لم يحققه العرب من قبل، وبالهزيمة أمام فرنسا يكذب كل الادعاءات باستخدام المنتخب المغربي للسحر، ويكذب كل الشائعات والفيديوهات المنتشرة. فلو كان المنتخب المغربي يستخدم السحر لربح كأس العالم، ولكن هذا لم يحدث. لذلك يجب على كل مغربي وعربي الافتخار بمنتخب المغرب، فما حققه المنتخب المغربي معجزة لم يتخيلها الجمهور العربي والمغربي. هذا وقام النجم الفرنسي كيليان إمبابي بمواساة زميله في الفريق أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، وذلك عقب انتهاء مباراة المغرب وفرنسا، وتبادل القمصان وعانق بعضهم بعد نهاية اللقاء في حزن كبير للاعب أشرف حكيمي على هزيمة منتخب